السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي. النهاردة حبايبي عملت كده صينية صينية بطاطس باللسان. لسان يا جماعة؟ لسان العجل. لسان العجل ده بتعمليه، بتسلقيه الاول في شوربة كأنك بتطبخ اللحمة عادي خالص بكل مكوناتها. ياخد 3/4 سوا، بتطلعيه بقى بتروحي مقشراه، بتقشر بقى بكل سهولة. وبعدين تروحي مقطعاه اما يبرد يعني الكلام ده، تروحي مقطعاه بقى طرنشات، وتكوني عامله بقى صينيه البطاطس بتاعتك مجهزاها زي ما بتعملها بالظبط. تروحي رصه كده اللسان، قطع اللسان كده على الوش، بسم الله ما شاء الله اهوت يا حبايبي. ادي شكل اللسان اهوت، القطع على الوش اهيت ما شاء الله، بتبقى حلوه قوي، طعمها حلو. يعني صدقوني لو جربتوها حلوه جميله، وبتنفع معاكي بقى لما يكون عندك ضيوف كمان، بتقدميها في ريح بقيه المكونات اللي انت عاملاها لضيوفك، يعني سواء عامله لحمه بقى او كفته او اي حاجه، دي بتبقى حلوه قوي، بتديكي طعم حلو. احنا سلقناها زي ما قلت لكم 3/4 سوا. بتستفادي بالشوربه بقى، بتعملي بقى لسان عصفور، بتعملي بقى محشي، وتاخدي بقى قطع اللحمه كده تقطعيها طرنشات، وتنزليها كده في صينيه بطاطس في الفرن كده زي الشكل اللي انتوا شايفينه ده بالظبط. ايه رايكم بقى؟ اكتبوا لي في الكومنتات كده، قولوا له رايكم في صينيه البطاطس باللسان. جميله جدا وطعمها حلو وذوقها حلو يعني. وجربوها بقى، عاوزه تخليها يعني سبايسي شويه تزودي لها الشطه، عاوزاها بارده خلاص اعمليها بالمكونات، ما تحطش شطه عليها. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم. فيديو بسيط وسهل كده وما بياخدش يعني انا محبتش اطول عليكم عشان يعني ما تملوش. المكونات بتاعت الصينيه بطاطس وجزر وبصل طرنشات، ونص معلقه فلفل اسمر، ونص معلقه ملح، ومكعب مرقه دجاج لو انت حابه تضيفي.